مرحبا واهلا وسهلا بكم. معاكم ليث القرقري من قناة وعي فاي. اليوم فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله يكون حلو وحساس بعض الشيء، لكن ان شاء الله راح نفصله تفصيل حلو. وصلني تعليق من بداية ما فتحت القناة ونزلت السلسلة المعنى والوعي والهذا. وصلني تعليق يعني حيل هو بحساسية، لكن حبيت انه احكي عنه. اللي هو التعليق يقول، وملخص التعليق انه هل الطفل لما نحن نجيبه على الدنيا وما نسأله هل هذا ظلم؟ اللي هو يعني لازم كل طفل يجي على الدنيا لازم يكون يسأل قبل ما يجي على الدنيا. اولا، هل هذا ظلم انه ما نسأله واحنا نتخذ القرار عنه؟ هذا محتوى التعليق. راح نجاوب هسعته عليه دينيا شوية فلسفيا همين. الفكرة الفلسفية الغريبة بالموضوع انه الطفل فعلا هو طرف ثالث بهاي العلاقة، لكنه لم يسأل. فهل يكون هذا ظلم؟ الفلسفة الموضوع هذا يقول لو طبقناه منطقيا صار يعني ماكو طفل راح يولد على الدنيا، لان ماكو حد راح يرضى انه يجي على الدنيا وهو يعرف ايش بيها وش راح يصير بيها من احداث، ولهذا راح تنقرض البشرية وينقرض العالم كله. والسؤال، نشبه السؤال شو يقول؟ تشبيه اللي هو مثل شركة بيها 3 شركاء، 2 اتخذوا قرار، الثالث ما عرف، فهنا راح تخرب الشراكة بيناتهم وتكون غير عادلة هذا الاتفاقية. لكن من منطق الحياة ومنطق الأديان الطفل لم يكن موجودا، ما كان الطفل موجود حتى نقدر نسأله. فهنا اكو مشكلة بالسؤال. والمشكلة الحقيقية انه مو بانجاب الاطفال، بل رعاية وتعليم ومسؤولية هذه الأطفال. فالظلم الحقيقي في الحياة أنه يترك الطفل بدون مسؤولية وبدون تعليم وبدون حب. حتى أنه فكرة أنه الطفل من يجي رزقه معه منطقيا ودينيا صحيحة، لأن الحياة بها فرص كثيرة وبيها أماكن للتعلم كثيرة، ولهذا من يقول لك من يجي الطفل يجي رزقه معه. اجي هسه اني راح احدثك بالاديان، جميع الاديان، ما راح اخلي دين اذا ما اجيك بيه. اول شيء الدين الاسلامي، رب العالمين قال بسم الله الرحمن الرحيم الابناء نعمة من الله. وش قال نبينا محمد قال تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. هذا الاسلام منطقيا الانجاب عنده شيء رسمي، ولازم التكاثر حتى اشنو أمة إسلامية تكون قوية. والمسيحية قال لهم أثمروا وأكثروا واملؤوا الأرض. هاي وين؟ بسفر التكوين بالإنجيل. يعني المسيحية والإسلام وافقوا على الأمر أن الإنجاب هو شيء مهم جدا. وكذلك اليهودية هم قال بالتوراة أثمروا وأكثروا، نفس المقولة اللي موجودة بالإنجيل. وطبعا فارق السنين بين الكتب الكل تعرف كثير. فإذا من اليهودية قال أثمروا وأكثروا، والمسيحية قالت أثمروا وأكثروا، والقرآن قال أثمروا وأكثروا. فإذا دينيا وإلهيا الولادة والإنجاب الأطفال شيء مهم جدا بدون سؤالهم، لأنهم أصلا منطقيا ما موجودين على الدنيا حتى تسألوا آني. وكذلك الهندوسية والبوذية. البوذية يقولون أن الإنجاب ليس ظلما للطفل بل هي إكمال دورة الحياة. والهندوسية يقولون أكثر الأطفال وإن الإنجاب واجب عائلي على كل فرد هندوسي. هاي الديانة الهندوسية والديانة البوذية همين. وهنا احنا راح نستنتج شيء واحد، انه بجميع الاديان الانجاب هي نعمة وفرصة لاستكمال دورة الحياة،
ولوجود فرص أكثر في الحياة، ولإنشاء فرص أكثر والتعلم أكثر في الحياة.